عزيز الحوت، مرحبا بك في قناة ورق التارو دراسة وتحليل. عزيز الحوت، تعال معي مع المتاهة الزمنية. خلينا نشوف ما الأيقونات التي تحمل لك أخبار على جميع الأصعدة: الجانب الروحاني، العائلي، الاجتماعي، العملي، العاطفي، وأيضا الصحة والمال وخلافه. فيلا يا حوت. دعنا نبدأ مع الجانب الروحاني. الجانب الروحاني هناك دعوة مستجابة بمشيئة الله عز وجل لإلك. في دعوة مستجابة، في عندك قبول يعني للفقه الروحاني، يعني انك مثلا تقبل على الله عز وجل، انك تقبل على مثلا الله ييسر لك الدعاء بلسانك. يعني هيك حتحس انه في عندك قبول او في عندك ايمانيات عالية. الفترة القادمة انت حم تسأل الله عز وجل انه يوضح لك طريقك، لانه انت شايف مثلا بينك وبين نفسك كيف بتقعد تتكلم، بتقول الحياة هاي غريبة، يعني الحياة قصيرة وطرقها متشعبة، وفي كتير ناس من حواليك يمكن سقطوا يعني بالحفرة الحياة، وانت بتطلب من الله الهداية، تسأل الله الهداية وتسأل الله عز وجل التوفيق. أنا بشوف في عندك دعوة مستجابة يا عزيزي، وبشوف في عندك انفتاحة وانفراجة بمشيئة الله عز وجل على الجانب الروحاني. دعنا ندخل إلى جانب الأسرة. خلينا نقول الجانب الأسري، في انت عم بتحاول تبني جسور بينك وبين اهلك، عم بتحاول مثلا انك ال 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 كم سابيل الجسور المقطوعة، انك تحاول ترجع انت مرة تانية تزبطها، انك تمد جسور بينك وبينهم، انك يعني تحافظ على هاي الحبال اللي موجودة ما بينك وبينهم. يمكن انا بشوف في عندك نوع من انواع التضحية ايضا. بشوف في حدا حيدخل بيتك من اهلك متأخر، يمكن حدا يكون مسافر بعيد وجاي بالليل. اوكي، في عندك ان شاء الله على خير، يعني عودة لعلاقات مقطوعة عائلية. على الصعيد الاجتماعي، في حياتك الاجتماعية ما الموجود لديك؟ في عندك سفر بعيد، يمكن انت شخص مغترب، لانه هون عم بيطلع لي السفينة وعم بيطلع لي الجمل، وكليهما او كلاهما بيتكلموا لي عن الاسفار، وقد يتكلموا ايضا عن المواصلات، او في انه انت مثلا تكون وسيط بين فلان وبين فلان، او دخول وسطاء لحياتك وخروج ناس سيئة من حياتك. اوكي، في وسطاء عم يدخل حياتك، وفي خروج ناس سيئة من حياتك. في عندك سمعة عالية ما شاء الله تبارك الله، اللي بيحاول ينول من سمعتك هذه مهما حاول. هناك مثل بالفرنسي بيقول لك المثل هذا: في حين تصعد الحقيقة على الأدراج، يعني درجة درجة سلمة سلمة، تأخذ الأكاذيب السلم الكهربائي. فهي الأكاذيب تصل أسرع من الحقيقة، لكن الحقيقة في النهاية تصل. فأنا بشوف إن الناس اللي بتحاول توسخ سمعتك أو ينولوا منك، يعني عادي عندك صار موضوع، لأنه الحقيقة ستنكشف بمشيئة الله عز وجل. بشوف في عندك أيضا ارتقاء أو صعود شيء في حياتك الاجتماعية، والله يوفقك يا رب فيها. طيب خلينا نشوف أيضا في العمل ما الموجود لديك. العمل يا عزيزي، في خروج من عمل قديم، والعمل القديم هذاك انت خرجت منه، لانه يا الموظفين اللي معك يا المدير اللي كان معك سيء جدا، كان معك سيء جدا. اوضاعك العملية كمان كانت موقفة، في عندك اوضاع مهنية ما كانتش ماشي كما يجب، فاهم؟ فانا بشوفك انه انت عم تتحرر من قيد الوظيفة اللي كان كاتب على نفسك، وعم بدخل عليك حظ آخر، بما أنه عندك حدوة الحصان هنا. في عندك حظ، وفي يعني فرصة ذهبية عملية في طريقها إليك بمشيئة الله عز وجل. دعنا ننظر الآن إلى الجانب الصحي. الجانب الصحي بشوف صحتك يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت شخص يعني تاكل طبيعي، كل شيء عندك طبيعي، بتحاول تتجنب كل البلاستيكات، حاجة بلاستيك ولا حاجة مش طبيعية أو مواد كيماوية أنت بتحاول تبتعد عنها. بشوفك إنه حتى أنت بتفكر إنك تنتقل للعيش بالريف، أو فعلا أنت عم بتحاول يعني المنطقة اللي أنت ساكن فيها أو حواليها تكون منطقة يعني طبيعية 100%، وتستنشق هواء طبيعي. فتمام الأمور شايفة أنا بشكل عام، يعني لا بأس بها، لا بأس بها. أوكي.
يلزمك فقط أن تنتبه لشغلتين، تنتبه من الحساسية، حساسية البشرة، أوكي، وإذا في حوتية حامل أيضا تنتبه للحمل تبعها. من ناحية المال، ما الذي لديك ماليا؟ في تأخرات مالية عندك، في قروض بنكية لابد من سدادها. بشوف المال يعني بطيء مع الحوت، المال بيجي يعني بيقدم خطوة وبيرجع لورا خطوة، بيقدم خطوة وبيرجع لورا خطوة. يمكن في بعضكم فكر ببيع بيت لإله، يعني جزء من بيت، يعني ميراث لإله أو جزء من بيت عشان يزبط أموره أيضا. ما الذي ممكن أن تلتقي فيه؟ ممكن تلتقي مع شخصية لطيفة ظريفة مضحكة لذيذة، لكن هاي الشخصية تنفع فقط للمرح، يعني ما بتنفع أنك تعتمد عليها أبدا في حياتك. أوكي؟ دعنا ننظر الآن إلى جانبك العاطفي. جانبك العاطفي بلاقيك أنه أنت في عندك علاقة، أنت كأنك أنت فرحت أو عملت حفلة لانفصالك عن حدا، أنه حدا طلع من حياتك. شايفتك كأنه أنت سعيد لأنك بتقول أنا خلصت والحمد لله، ودفعت الكارما تبعتي إذا كنت أسأت لحدا، وآن الأوان إني أبدأ خطوة جديدة. ففعلا في حدا جديد سيدخل حياتك. عندك رمز أيقونة العصاية، وأيقونة واحد أكواب، وأيقونة اللاندو أو بسموها العربة الأطفال. فمعناتها هذه حدا جديد سيدخل حياتك عن طريق الإنترنت، أنت هتتعرف عليه هذا الشخص عن طريق الإنترنت. أوكي؟ إذا مختصر الكلام، علاقات جديدة، اهتمامات جديدة، أنت في طاقة جذب شديدة للأشياء من حواليك. أنا بحس إنه في تعويضات، شيء مقابل شيء. طبعا الحياة ما بتعطينا كل شيء، والعاطي والله الوهاب، لكن لو سألنا الله، الله قادر على إعطائنا. فأنا بشوف في عندك عطايا كثير إلى الأمام، أكثر من الدعاء، لأنه البوابات عندك مفتوحة بمشيئة الله. والله أعلم والله أحكم. تعال يا عزيزي يا حوت، دعنا ننتقل إلى قراءة التارو لنرى كيف أنت على الصعيد المهني أولا. يلا بينا. الحوت على الصعيد المهني، ما الرسائل التي يحملها لك التارو يا حوت؟ في عندك تعطيلات عملية، يمكن هاي التعطيلات قد تكون بسبب يعني حدا مش كويس معك بالشغل. فأنا بشوفك كأنه أنت قررت، يعني خلص وصلت لمرحلة من التعب الشديد، اللي أنت قررت أنك مثلا يعني تبتعد عن هذا العمل. يمكن تاخد إجازة من غير مرتب أيضا عشان ترتاح نفسيا. بشوف أنه أنت بتحاول تدور على بوابات أخرى للعمل تبعك، وفي عندك حلم مهني أنت حابب تحققه، وأنت عم تحلم أنك تنتقل لشيء أحسن وأفضل من هذا اللي أنت فيه. يمكن أنت عم تتعاطى مع حدا من عنصر ناري، وهذا الشخص جدا صعب معك أو جننك. في فرصة جميلة أيضا في طريقها إليك، هاي الفرصة تحتاج أنك تعمل عليها كتير، بس إن شاء الله أتوقع لك نجاح عملي كبير. إذا أنت هاي القصة قصتك اللي أنا حكيت لك إياها، يعني الله حيكتب لك عوض. على ماذا أتكئ بكلامي هذا؟ على كرت الشمس، وعلى كرت النجمة، وعلى كرت للتمبيرونس، اللي هدول كلياتهم بيتكلموا عن فرصة جديدة لإلك. يعني بدأت الريكروت بالتعب والإجازة والتراجع في طاقتك، وبسبب حدا عم بيأذيك، وبحثك عن طريق آخر. ثم بشوف هنا كرت النجمة. كرت النجمة أحيانا قد تكون دعوة استجابت لك من عند رب العالمين، يعني حطيت أملك بالله عز وجل فاستجاب المولى لك عز وجل، ادعوني أستجب. وهنا عندي كرت الشمس وكرت النجمة. كرت أيضا ملكة العصي، هي بشارة بقدوم شيء أيضا مهم بخصوص العمل تحديدا. والله أعلم والله أحكم، وأتمنى لك التوفيق. طيب، ما القادم لك مهنيا؟ شيء أحكي لك إياه يعني في طريقه إليك. ما القادم لك مهنيا؟ ما القادم لك مهنيا؟ نفس الشيء بقول لك، أنت حتتحرر من قيد شغل كان مش كويس بالمرة لإلك، عمل جديد وخطوة جديدة مهنية لإلك، وحتحتفل أنت بالشيء هذا، حتحتفل ب يعني العمل الجديد اللي أنت داخل عليه.
نفس الشيء القادم لك تغيير جذري في العمل تبعك، في عمل جديد، في فرصة جديدة أمامك. هذا أهم شيء بارز أنا بقدر أحكي لك إياه هنا. حاجة أخرى، أنت يمكن حيصير تصادم بينك وبين حدا ما كانش كويس معك مهنيا، حتتصادم أنت وياه لهذا الشخص، أوكي؟ وحتقول له على حقيقته، حتقول له أنت واحد اتنين تلاتة. بشوفك أنت بتستخدم ذكائك الشديد، لأنه أنت معروف الحوت، معروف قادر يعني ما يعني بيمشي بسرعة بالمية، وقادر على مثلا انك تلاعب الشخص وتوصل ايضا اللي بدك اياه، اللي بيلعبك بتلاعبه. فانا بشوف انه هنا انت في حدا حتلقنه درس، انت حتقوم بتلقين هذا الشخص درس مهم اللي تأدبه فيه على المزبوط، لانه بالنسبة لك لن يستمر الوضع هيك، هذا الظلم اللي انت شايفه بالشغل عندك. طيب، تعال خلينا نشوفك على الصعيد المالي يا حوت، يلا بينا. على الصعيد المالي يا حوت، جيد جدا، 10 عملة على طول. في إن شاء الله على خير انفراجة مالية جاية، في إن شاء الله على خير، في هيك عطية مالية بالطريق إليك بمشيئة الله عز وجل، وإنت الظاهر سعيت لإلها كتير. في مشكلة مالية يمكن، على مسألة مالية كانت انت ناطرها، وانا بشوف المسألة هاي حتنحل، وحتنحل عند ايد سلطان، يعني قضاء، حدا يحكم، شي زي هيك. في مسألة مالية عالقة ان شاء الله حقك سيرجع لك فيها، وحيحكم فيها سلطان، يعني قضاء دولي، شي زي هيك. بشوفك ايضا انت في للبعض منكم حدا عنده اولاد، وهو اشتغل على موضوع مالي عشان يأمن أولاده، ولكن للأسف كأنه في حق راح له، يعني هيك أنا شايفة كأنه حق راح له، هو ما زال إلى الآن في رحلة بحث، وهو بيقول هذا المال مثلا مال أو أولادي أو حق أولادي، وهو حاسس إنه الشيء هذا ضاع منه يعني. فقد تلجأ أنت إلى مساعدة حدا، أو تأخذ حقك مثلا عن طريق القانون، وصار لك فترة طويلة وأنت بتدور بنفس الدائرة، لكن قد يكتب الله لك فرجا قريبا إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، ما البشرى المالية لإلك يا حوت؟ هيا بنا، هيا بنا، بشرى مالية. 3 عملة، 3 عملة، بداية حيجيك ورق، والورق هذا أو بشرى بأنه موضوعك المالي اللي صار له فترة موقف يعني حيفرج قريبا، وإذا أنت في ضائقة مالية، في هاي بدايات الانفراج عندك، والله أعلم والله أحكم، بس أنا شايفة شيء زي هيك. أوكي عزيز الحوت، دعنا نذهب لنقرأ القراءة العاطفية لأحبتنا من العزابية، نبدأ فيهم، يلا بينا. الأعزب والعزباء. أوه، حلو، في فرصة جايتك، في لقاء مع حدا، في لقاء مع حدا، وانت يمكن حتكون متردد فيه. هذا الشخص قادم لإلك يعني، يمكن انت خايف منه لانك ما بتعرفه، او سمعت اشاعات عنه، بس هذا الشخص قاصد الارتباط والزواج على فكرة. يمكن يكون من مواليد برج العقرب، لكن هذا الشخص يميزه أيضا العصبية الشديدة. يمكن أيضا يشتغل هو في إذا الرجل في مجال العسكر، أو ضابط أو شيء زي هيك. أوكي، وإذا هي سيدة يمكن سبق لها الزواج وعندها أطفال، أو إنها سيدة يعني تقليدية، يعني مثلا بتلبس زي معين تقليدي، مثلا زي بلدها أو المنطقة اللي هي تنتمي لها، ومعروف عنها الشدة مثلا، يعني
على سبيل المثال مثلا كان إذا بنتكلم في الجزائر تكون من بلاد القبائل، أو من الجنوب طوارق. مثلا إذا بنتكلم على مصر مثلا نقول الصعيد، إذا نتكلم على الخليج بدو. زي هيك ناس يعني أشداء، يعني عندهم عاداتهم وتقاليدهم القوية اللي بتنزلوش عنها. على فكرة هذا الشخص اللي انت خايف منه، اللي ممكن يتقدم لك وانت حاسس يعني مثلا مختلف عنك، هذا الانسان كلمته واحدة. اوكي، وانسان صادق بيكون بكلامه وبمشاعره. هدول ناس لسه على الفطرة، هذا شخص لسه على الفطرة. مشان هيك انا قلت لك بنتمي لمجتمع يعني محافظ جدا. شخص على الفطرة هذا، وشخص بصراحة يستدعي مثل الاهتمام وليش لا. الله يبارك. اوكي. طيب تعال خليني اخذ لك كرت من بوتي لنورمون للعزابية، رسالة لإلكم. قلب حب لكخ طلع لك، قلب الحب. حلوة الرسالة لك، وهو طلع لك وانا كمان واحد قلوب. طيب دعونا ننتقل لنشوف حبايبنا مين المرتبطين. يلا بينا يا مرتبطين. خليني اقول انه العلاقة تبعتكم مرت بوقت فيه كانت متأرجحة هاي العلاقة، وحاليا انتم في علاقة قوية جدا مع الشريك. يعني انت وياه في عمق بالعلاقة هاي قوي انا شايفه، وفي ارتباط وثيق بينك وبين الشريك هذا. وهي قاعدة مبنية، شوف حتى اجانا هون كرت الشمس، هاي قاعدة مبنية على القوة. 3 3 6. وانا بدي انصحك نصيحة، حاول تحذر من الناس الحقودة او الناس اللي هتخرب العلاقة تبعتكم، لانه انت قد تتعرض الى امتحان في العلاقة تبعتك مع الشريك العاطفي. الحب موجود نعم، الحب موجود نعم، لكن احذر من الناس اللي تحاول تخرب لك العلاقة تبعتك. يمكن انت تكون مع عقرب او مع جوزاء. وعلى فكرة يعني اذا مريت بصدمة مع الشريك او امتحان او اختبار مع الشريك العاطفي، تذكر دائما انه يعني احنا بنختار الشخص اللي نعيش معه لانه بنحبه. اوكي، فانا بشوف انه في محبة بينك وبين الشخص هذا. اذا انت انفصلت عن الشخص هذا يعني، او انت حاليا في ازمة انت وياه مع بعض، فانا بقول لك الشخص هذا مناسب لإلك وانت مناسب لإله. واحذروا من الناس اللي بتتدخل بيناتكم، لانه هاي علاقة ممكن تصيبها عين. لانه انتبه، هذا الكرت 5 سيوف في تارو رايدر وايت يعني الاعمال السحرية، يعني العين الطاقة السلبية يعني فيما معناه. اوكي، ممكن يكون حدا خرب عليكم العلاقة تبعتكم. طب تعال خلينا ناخذ لك كرت عشان افهم ليش هيك طلعت. يمكن انت حاسس انه في حدا يعني مثلا سقاك شي او شربك شي. يعني انت حاسس انه في شي مش طبيعي عم بيحصل عندك بعلاقتك مع الشريك العاطفي، او انه في حدا نظر لك مثلا بالعلاقة تبعتك. يعني هناك طاقات سالبة عليك، انتبه منها. انتبه منها. انا ليش بحكي لك الكلام هذا؟ الطاقات السالبة ممكن تكون كل شيء، بالذات بالعين. العين بتكون قوية، ما عليك الا بالاذكار ورجعت العقل. رجعت العقل هي اللي بتبني العلاقات. اوكي، خلينا ناخد كارت رومانس نشوف شو الحكاية مع المرتبطين. بين الآن والغد. يمكن انتوا على أعتاب زواج حتى أو ارتباط. إذا انتوا متزوجين يمكن انتوا بتعانوا من مشكلة بين قوسين، مشكلة بالعلاقة الحميمية. إذا انتوا متزوجين أو انتوا عرسان جداد، يمكن تحسوا هيك في بلوك بيناتكم، والعلم عند الله. أوكي. طيب دعونا نشوف مين. خلينا نشوف المنفصلين شو حكايتهم. يلا بينا. أوه،
ليه كده؟ ليه كده؟ انت يعني كأنك شايل هم كبير على صدرك يا مسكين. او يمكن حتى انت تكون مثلا اخذت عفشك واغراضك ورحت بعيد، او انك انتقلت لجهة تانية. استنى خلنا نشوف شو القصة. انتوا على العكس من المرتبطين، انتوا خلصتوا هاي الطاقة وطلعتوا منها. الطاقة اللي ممكن تكون انت فيها مريت بكلام جارح مع الشريك العاطفي هذا، يعني مراشقات لسانية بينك وبينه، لأنه 3 سيوف مع ال5 سيوف تعني مراشقات لسانية أو حرب لسانية فظيعة بينك وبينه، أدت إلى انفصالكم. بس هذا الكرت انتبه، يعني عودة مسافر أو عودة حدا نحوك. خلينا نيجي نطلع على الكروت. هنا عندي 3 وعندي 3، يمكن المراشقات هنا عندي أيضا 3، يمكن هاي المراشقات بسبب طرف آخر، طرف آخر. أوكي، لكن هذا لا يلغي بأنه أنتوا يعني في هيك يعني في صلح ممكن يحصل بيناتكم، والصلح هذا يرجع العلاقات المقطوعة مع الشريك العاطفي. يمكن صار لك من 9 أشهر ل10 أشهر أنت والشريك العاطفي هذا منفصلين عن بعض، يعني داخلين تقريبا يمكن على سنة، والعلاقات ما بينكم منقطعة. أنا بشوف والله أعلم والله أحكم في مرحلة جديدة من العلاقة هذه. فأنا برجح يا إنه هذا الشخص حيرجع معك، يا إنه أنت في حدا تاني حيدخل حياتك، وشخص مهم وكويس بمشيئة الله عز وجل. يعني في إشي يعني رب العالمين حيفرحك فيه، يا إنه الشخص هذا حيرجع، يا إنه في حدا جديد عوض أحسن منه على 1000 مرة رب العالمين حيرزقك إياه. والله أعلم والله أحكم، بس أنا هيك باين عندي. طيب ناخد لك كرت رومانس ونشوف. بتقول لك رومانس وأحلام وشخص مناسب وهيك، يعني أمل بشيء بعلاقة كويسة. يمكن أنت حتبني علاقة مع حدا مواليد برج الأسد أيضا. أوكي، طيب خلونا نذهب الآن يا عزيزي يا حوت. بعتذر صوتي راح، ما بعرف ليش فجأة هيك. خلونا نذهب نقرأ قراءتنا العاطفية ونشوف من هو بطل قصتنا في هذا الفيديو. وبعتذر عن صوتي، اسمحوا لي. من هو شريكك العاطفي يا حوت؟ يلا خلينا نشوف. يمكن شريكك العاطفي هذا مقيم في بلد أجنبي، يمكن مقيم في أمريكا على سبيل المثال. أوكي، حاليا هو في سفر يمكن أيضا، وهو شخصيا أنا بشوفه شخص يعني عنيد، أو متمسك بحقه جدا. أيضا هذا الشخص قد يكون متعلم أيضا، إنسان له كلمته له هيبته، واصل في الحاضنة الاجتماعية تبعته، له معارف كتير وناس كتير من حواليه. قد تكون أنت مع حدا مواليد برج الميزان أيضا. يمكن يكون هذا الشخص له أخ أو أخت وحيدة بس. طيب ما مشاعر هذا الشخص نحوك؟ أنا بشوف إنه الشخص هذا يعني أنت وياه في رباط مقدس بيناتكم، يعني كأنه مشيئة الله عز وجل أو قدر الله عز وجل إنه أنتوا تبقوا مرتبطين مع بعض. هذا الشخص بفكر فيك باستمرار دائم حتى وهو بسفر أو بعمل. هذا الشخص محب لإلك جدا. أنا بشوف في عنده مشاعر صادقة نحوك. عندي إحساس إنه بعض الحوتيين هنا بالذات النساء قد تكوني أنت يعني علاقة سرية أو زوجة سرية لهذا الشخص، بالذات إذا كان عقرب أو ميزان. أوكي، فعلا قد تكون أنت في علاقة سرية مع هذا الشخص، ويمكن أنت مختفي عنه ويعني وماخذ على جنب، أو بتحسسه نوعا ما، بتصير حوالي الشكوك عشان ياخد خطوة نحوك. يمكن هذا زواج سري إذا أنت مولود برج الحوت، أو علاقة سرية.
بس هذا الشخص يعني دايما بفكر فيك باستمرار. واشعر يعني من الكؤوس تبعته هون اللي جاي هون انه الشخص هذا يعني بحبك حب يعني حب فيه اشتياق، كأنه انت يعني واحشه من زمان ما شافك، شي زي هيك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يمكن انت اشتغلت معاه زمان هذا الانسان، او عرفته في مجال عمل معين او شي زي هيك يمكن، او حاجة اخرى. قد يكون هذا الرجل رجل دين احيانا، اسمعني، رجل دين، وانت تعاملتي معه، بالذات اذا انت امرأة برج الحوت تعاملتي معه قبل المرة هاي. وهذه هاي العلاقة بينك وبين هذا الشخص، يعني هذا رجل الدين، علاقة فيها كثير من الاحترام والود، وانت حابة تتأكدي اذا هو في له مشاعر عاطفية نحوك ولا لا. وانا بشوف انه الشخص هذا جدا معروف بالمجتمع تبعه، محترم جدا. انا ارجح انه هاي قد تكون علاقة ثلاثية، لانه هنا عندي ثلاثة، عندي ثلاثة، قد تكون فعلا علاقة ثلاثية. وانت بانتظار ممكن انه العلاقة هاي تطلع للشمس يعني، واتوقع انه هاي العلاقة حتطلع للشمس. يعني حتمر فترة متعبة، لكن بعدين هاي العلاقة حتطلع للشمس وحتتحسن بمشيئة الله عز وجل. قد تكون مع أسد، قد تكون مع جوزاء، قد تكون مع قوس، مع دلو، مع عقرب، مع حوت مثلك، مع ميزان أيضا. هذا الشخص أنا بشوف إنه هو حيعمل المستحيل حتى يوصل لعندك ويلتقي فيك، إذا هو بعيد عنك. أو إذا هو معك حيعمل المستحيل عشان يجي يشوفك، يعني إذا هو عنده مشاغل كتير. أنا بشوفه يعني حيسرع لمثلا اللقاء فيك، رغم إنه هو حواليه مشاغل كتيرة وضغوطات كتيرة، بس هو حيجي عشان يعني يتكلم معك ويحكي معك، وراح يحكي لك عن تعب هو مارق فيه، معركة يمكن هو خرج منها. هذا الشخص انت عزيزك جدا عليه على فكرة، بعزك كتير. وهي علاقة ممكن تنتهي بزواج على فكرة، إذا أنتم مش متزوجين. هاي أنتم حتنتهوا بزواج، حتنتهوا بزواج، والله أعلم والله أحكم، لأنه هذا كاتب بزوجه في السماء. وهذا أيضا هذا يعني تمسك بشخص، فاهم كيف؟ بس خلي رب العالمين يقدر لك. هذا انتوا حترجعوا مع بعض على فكرة، إذا أنت وعلى فكرة هذا الشخص بقول لك يعني هو يمكن بيعمل بتجارة أو له منصب ببلد معين. يعني هذا الإنسان معروف بالمجتمع تبعه، معروف، يعني ابن عيلة أو بنت عيلة، والله أعلم والله أحكم، بس أنا هذا اللي بان عندي. حوت، أنا بدي أخذ لك من الكروتي هدول رسالتين لإلك، أوكي، بين الحاضر والمستقبل، حيفيدوك. حاضر، مستقبل. خلينا نشوف الحاضر شو بده يحكي لك. بقول لك التفاؤل جيد، لأنه سيمنحك المقدرة على سماع يعني هذا الصوت اللي كأنه بيطمنك أو ببشرك بشيء، أوكي. وإنك أيضا تمتلك الشجاعة إنك تفكر إنه إلك الحق إنك تعيش مثل بقية الناس. هذا الكارت مكتوب عليه communication، يعني تواصل أو اتصال مع حدا. يعني الظاهر انت بينك وبين نفسك كتير في عندك كلام جوات راسك، بتحكي كتير مع راسك، يعني بتتكلم مع نفسك زي ما بيحكوا، بانتظار شيء، بانتظار خبر او كوميونيكيشن. وخليني ارجعه لكرت لحاجة اخرى. شفت الايقونات يوم قلت لك عندك المفتاح، في كلام بينك وبين الله عز وجل ودعاء حيستجاب. انا بشوفها هي الكوميونيكيشن، الاتصال، هذا هو. طب ناخذ الكرت الثاني، هذا المستقبل. بينيديكاسيون معناتها رحمة الله تغمرك. وهون بقول لي تحقيق أمنية. بقول لك العالم الغيبي يخبئ لك شيء جميل جدا بانتظارك أنت تتمناه. عليك فقط أن تفكر أين سيكون موقعك حين تصلك. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ فكر أنت يوم الله عز وجل سينزل عليك نعمك أين ستكون. سيدنا موسى عليه السلام يوم دعا على فرعون وقومه قال الله له قد أجيبت دعوتكما. شو قال له؟ ألزموا بإيش؟ ألزموا بالصلاة. الزم الصلاة، أوكي، واجعل بيتك قبلة للناس.
طب انت كيف ممكن تعمل؟ انا بقول لك الزم صلاتك، واجعل كلامك واسلوبك في التعاطي مع الناس جميل. خلي الناس تحبك، ما احلاها محبة الناس يوم بتنبنى على اللطف والمحبة. اوكي. بتمنى لك التوفيق من كل قلبي يا حوت، انت من الطف الابراج جدا يعني بصراحة. ما بعرف، انا جميع الحوتيين اللي قابلتهم حسيت فيهم هيك جانب رحمة. سبحان الله، ما بعرف ليش، بس هذا يعني تجربتي الشخصية بين قوسين، عشان ما حدا يدخل يقول لي انت بتحكي عن لا، بس هي تجربتي الشخصية. مواليد الحوت يوم بتعامل معهم بيكون في جواتهم رحمة، ما بعرف كيف بتطلع هيك، يعني الواحد لازم يحسها مهما كان مقنع أو بحسسك بنوع من أنواع البرودة، بس في عندهم هيك جانب رحمة جميل عندهم، سبحان الله. أعزائي، أتمنى لكم التوفيق يا حوتيين يا ربي على طول، وأسمع عنكم أخبار الخير. وفضلا وليس أمرا ضعوا بصمتكم الجميلة على الفيديو، سرني جدا وجودكم في قناة ورقة دراسة وتحليل. بأمان الله، السلام عليكم.